تمام. رجعنا مرة تانية في الفيديو التاني. دي كوباية شاي يا جماعة، اوكي؟ محدش بس يستغرب. look up and get lost. اتمنى تكونوا عملتوا بيها على قد ما تقدروا. someday all my dreams will come true. يوما ما all my dreams will come true. by the way، افرض مش كل احلامي اصبحت حقيقة، جزء منها بس. افرض مفيش اي حلم من احلامي اصبح حقيقة، انا ما عنديش اي مشكلة. ليه ما عنديش اي مشكلة؟ لان انا بحاول ارضي ربنا مش ارضي نفسي. احنا الحلقة اللي فاتت حذرنا اصلا من النفس اللي هي مش هتخلي في اي حاجة عجباك، هتخليك دايما وحش، دايما مقصر، دايما في افضل. دايما كوباية الشاي دي لازم تكون بره كده عشان الصورة تبقى احلى. المنديل دوت كان هيبقى افضل بالنسبة له ستيكر عشان خاطر تداري الحاجة اللي انت مش عاوز الناس تشوفها في بداية الفيديو. القلم دوت لازم يكون قلم نضيف جدا. اصلا التصوير والخلفية اللي ورا ديت لازم تكون حاجة جامدة 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 يعني. تمام. طيب يعني الرسول يا جماعة لما توفاه الله سبحانه وتعالى في فترة قصيرة جدا، كل العرب تقريبا طلعوا من الإسلام، ارتدوا، وحرب الردة قامت ليه. مين اللي اتبقى؟ مكة والمدينة والطائف. يعني مكة والطائف أصلا كان بينه وبينهم صراعات لغاية فترة قريبة جدا قبل وفاته أساسا. ده مين؟ ده النبي. فاحنا ايه جنب النبي يعني؟ ربنا يرضى عننا. طيب يلا بينا نجوم زي ما احنا متفقين كل مرة. خلاص، الرحلة أنس اللي هو أنا يعني الرحلة. وزي كل مرة برضو ما تبصوش على ايه الحاجات اللي أنا كاتبها بيني وبين نفسي. دي يا جماعة الحلقة اللي فاتت كان السؤال الأولاني ايه لازمة الترويح والهوايات. هذا الفيديو هنعمل منه جزء تاني، نعتبر النهاردة هو الجزء التاني بس بشكل مختلف شوية. وقلنا روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، وقلنا ان انت بطل لان قدامك اكتئاب وتحديات وصعوبات وشيطان وخوف من الفقد والفقر، وقدامك الهوى او النفس، ودي حاجة صعبة جدا جدا جدا. قصادها ايه؟ قصادها الحب في الله، تحب الناس اللي بتحبك، تبادلهم الحب. قصادها الصحاب المحترمين اللي هيساعدوك ترضي ربنا. وقصادها أفلام كويسة تتفرج عليها وتفيدك. يبقى احنا روحنا عن نفسنا وفي نفس الوقت ما عصيناش ربنا وفرحنا الشيطان بينا. واتفقنا ان احنا هنسمي الأستاذ اللي بنرسمه كل حلقة ده، أو اللي هنرسمه من هنا ورايح كل حلقة ده، مستر عبد. مستر لأنه شايف نفسه ده سيادة المستشار فلان الفلاني، ده الأستاذ فلان الفلاني، ده مثلا الباشمهندس فلان الفلاني حاصل على ده حضرة المحاسب كذا كذا وهكذا. فسمينا مستر. بس وسط العبد مهما يعني يا جماعة، يعني النبي سيدنا سليمان، اللهم آتيني ملكا ايه لا ينبغي لأحد من عندي. وفي النهاية عبد لله يا جماعة. ده واحد يعني بقى معاه سلطات وبقى معاه ملك وبقى معاه قدرة وهو بشر. لا ينبغي لأحد من بعد. يعني الرسول لما جه يربط الشيطان في السارية حاجة زي كده يعني مرضاش. ليه؟ عشان خاطر قال فيما معناه يعني ان سيدنا سليمان قال ايه؟ اللهم اتيني ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فاحتراما لده وتقديرا لده الرسول ما عملش كده. طيب يلا بينا حلقة كنا هنتكشف. معلش يا جماعة سامحونا في ايه بساطة الامكانيات، او ما تسامحوناش في بساطة الامكانيات. توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تاني سؤال، ليه بتحصل الصدمة مع الواقع؟ ليه بيحصل التصادم مع الواقع اللي احنا بالتأكيد عارفين ان هو هيعمل لنا مشاكل كبيرة؟ انا اقدر اعمل زوم لو انتوا حابين ايه تشوفوا افضل يعني. طيب بيحصل التصادم مع الواقع احيانا لما بتنزل الشغل بعد التخرج او بعد الكومفورت زون بتاعتك، اللي هو انا باخد مصروفي من بابا، باخده من ماما. الامور بسيطة يعني مش مطلوب مني حاجة. فبتنزل وبتتعامل مع مختلف الطبقات الاجتماعية ومختلف الافكار ومختلف الشخصيات، وبتبقى ليلة كبيرة اوي سعادتك. الحياة بعد الزواج، لان انت قبل الزواج الشخص اللي بتحبه ده كان بينك وبينه يعني مفيش التزامات كبيرة زي بعد الزواج. ففي المعظم بتكون الدنيا
وردي شوية، رسائل جميلة، خروجات، بتبقى كل حاجة حلوة، لان انت الشخص ده انت مش ماسكه في ايدك، مش تحت ايدك، الشخص ده في بيته وانت في بيتك لسه. في هنا شعر كده هقوله، هو مش شعر خالص على فكرة، بس يعني ايه، حاجة كده حاولت تعملها عشان الفيديو يكون ألطف شوية. هنطلع دي فوق، نركز بقى هنا، ممكن ننزل ده ونبقى نرجع نطلعه تاني. طيب ال بعد الانتهاء في الغالب، يعني موضوع الصدمة مع الواقع ده بيحصل امتى؟ بعد الانتهاء من مرحلة حلوة البدايات على رأي باشمهندس عمرو دياب، حتى اللعب والتسلية والترويحات. يعني الصدمة مع الواقع بتبقى بعد المرحلة دي، خروجة مع الصحاب أو الأهل، أو لعب على التليفون وصعوبة المستويات. خروجة مع الصحاب أو الأهل هتقولي فيها صعوبات، أقولك طبعا، ده الترويح نفسه فيه صعوبات. اللعبة دي مش فيها مستويات، وساعات بتلاقي ناس بتتخانق وبتزعل انها خسرت او ما قدرتش تعدي او كده. الخروجه بنقعده طبعا 15 سنه نظبط للخروجه ومش بتحصل في الموضوع ده معروف تحديدا ايه في مصر يعني. طيب بتبتدي الحكايات، قصص وحوارات، وحتى شغل الشيطان مع العبد في العبادات. هنا بيكون في صدمة مع الواقع، أنا متخيل إن العبادة دي متعة بقى وهعيط وهبكي، لا، بلاقي الموضوع محتاج مجاهدة. فالشيطان بيعمل تثبيطات، بيثبطك، يعني بينزل من روحك المعنوية، فاحنا لازم نجاهد هنا. فبالتالي بيكون في صدمة مع الواقع، أنا في دماغي العبادة حاجة وطلعت في بدايتها حاجة تانية خالص. طيب هنا هنحتاج من ربنا البركات والإعانات، المعونة من ربنا يعني، والتوفيقات والرحمات والمغفرات، لأن بالتأكيد يعني سبحانك يا رب، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طيب أنا رحت فين؟ علشان ندخل جنة عرضها الأرض والسماوات، مع حبايبنا كلهم، ولاد وبنات، أحفاد وحفيدات. اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء، يعني يا رب ما تخليناش من الناس اللي بتيجي بالبلوى بترجع لك بالمصيبة، لا يا رب، اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء. طيب ده صاحبنا اللي هو مستر عبد، طبعا نسيت اكتبها النهاردة لان بصراحة القرار خدته وانا بعمل الفيديو ان مستر عبد ده يكون معانا، فهنعمل زوم عليه. طيب مستر عبد، الحلقة اللي فاتت قلنا في اكتئاب وصعوبات وتحديات وغم وهم وبلا ازرق على دماغ مستر عبد ده تحديدا، يعني لو هو بعيد عن ربنا. وقلنا فيه الشيطان، سوري يا جماعة، اكيد طبعا بيظهر عندكم صوت دب 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 جامد لما الموبايل بيتهز. اكتئاب وصعوبات، تحديات وغم وهم، والشيطان والنفس والهوى، اللي هي يا اما هتخدم على دول يا اما هتستعين بدول. النفس والهوى اللي بيختاروا تحديدا النفس يا تتبع هواها يا تتبع الله سبحانه وتعالى. وهديناه النجدين أي السبيلين، فلا اقتحم العقبة، يعني ما يجيش على نفسه شوية، ما يعملش الحاجة التقيلة على النفس عشان خاطر يكسب رضا ربنا، وبعدين نبقى نشوف موضوع الاستمتاع ده. طيب أنا قربت أخلص من قربت من 10 دقايق، فمحتاج أخلص بسرعة الفيديو. مستر عبد واقف بيقول what should I do، المفروض أعمل إيه؟ بص يا سيدي، معاك هنا معينات على وزن حوارات وعبادات وبركات والكلام ده، معينات، صلوات، أدعية، قرآن، ذكر، وبرضو جزئية الترويح اللي في الحلقة اللي فاتت. طيب أعمل دوت ليه؟ يعني مخربها من الأول واتبع الهوى والشيطان حتى يا أخي أنسى الحاجات دي؟ لا حضرتك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليه أضل سبيلا؟ الأنعام يوم القيامة حضرتك، استنى بقى نعمل زوم اوت كده، خلاص بنخلص الفيديو، لا مؤاخذة يا جماعة سامحونا. الحيوانات في النهاية هتكون تراب، فالشغل خلصانة معاه، أنا آسف في الكلمة يعني. الحيوان اللي جه على حيوان تاني هينطحوا بعض، أو يعني هياخدوا حقهم من بعض، بعد كده هيبقوا تراب. الدور والباقي على البني آدم، الدور والباقي على الإنسان. ويقول الكافر ايه، يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت حيوان، لان الحيوان هيبقى تراب، لكن انا انسان هتجاز على اللي انا بعمله. فوعد صدق بالجنة هو دوت اللي يخليني اجي على نفسي واعمل الحاجات دي.
ترويح حلال، ذكر، قرآن، دعاء، صلاة، أصدقاء، أفلام كويسة تخليني أسرح شوية من الواقع. طبعا أنا تخطيت ال10 دقايق، أنا آسف جدا. آخر حاجة خالص هقولها هي كلمة السر أو الباسورد ديت. بصراحة أنا واخدها من الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي، ربنا يبارك فيه، قادر يا كريم يا رب ويوسع عليه أكتر وأكتر. الراجل كان قايل إيه قبل كده؟ حاجة مهمة جدا جدا جدا، أحلى زوم يتعمل. الدكتور عبد الرحمن يا جماعة يعني نقف وقفة احترام كده. كان بيقول: ارفع سقف المعقولات، اخفض سقف التوقعات. معقولة انا يحصل لي كذا؟ معقولة، عشان ما تتصدمش مع الواقع. معقولة بابا يحصل له كذا او ماما يحصل لها كذا؟ معقولة، عشان ما تتصدمش مع الواقع ولا قدر الله تروح في سكة مش كويسة. واخفض سقف التوقعات، معقول انا اشتغل الشغلانه دي؟ حضرتك لعل وعسى تتعلم منها حاجه تساعدك لما تروح لشغلانه افضل. معقولة انا يبقى ده المرتب بتاعي؟ احمد ربنا قصادها لعل وعسى شايل من عليك بلاوي كبيرة، تبقى بتقبض 50,000 بس كلها بتروح في العلاج. ربنا يعافينا يا رب. انا خلصت النهاردة، انا اسف اني طولت عليك، وانا كنت حابب ان الفيديو ما يعديش 10 دقايق، قدر الله ما شاء فعل. بس زي ما قلنا ارفع سقف. الجملة دي هنستخدمها كتير قوي مع مستر عبد، يعني قرار كده خدناه سوا ان مستر عبد وكلمة السر دي او الباسورد بتاع دكتور عبد الرحمن ده هنستخدمه كتير في الحلقات اللي جاية. اشوف وشكم بخير، لعل وعسى ربنا يكون كاتب لنا ان احنا نتقابل تاني في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.